خبر مفرح جدا للمغاربة اليوم، وأخيرا أخبار الخير يا مغاربة. إليكم هذه التفاصيل اللي وردتنا غير هذه اللحظات السارة والمفرحة. ولكن قبل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك معي لتتوصلوا دائما بكل جديد أخبارنا المغربية. سأكون سعيدة بذلك، فقط فعلوا زر الجرس. معكم دائما أنا على قناتكم باليوتيوب أخبار عاجلة ماروك. شكرا جزيلا لكم. والآن بعجالة وبلا ما نطول عليكم أكثر إلى التفاصيل. وأخيرا من سنة 2022 والمغاربة كينتظروا هذا الخبر أو هذا القرار بأحر من جمر، وأخيرا تم الإفراج عن هذا الخبر المنتظر. ففي التفاصيل، سجلت أسعار زيوت المائدة أخيرا تراجعا ملحوظا، فبعد أن بلغت ذروتها سنتين من قبل عادت إلى مستوياتها المسجلة قبل 2022. ليس هذا فقط، اعتبر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في إفادة للصحافة أنه سبق توعية المستهلكين بأن زيوت المائدة غير ضرورية ويمكن إيجاد بديل عنها، ما أدى إلى تراجع الطلب وبالتالي تقلص مبيعات الشركات ما بين 15 و 25%. وبما أن السوق يحكمه منطق العرض والطلب، وبما أن الطلب قد تراجع عكس العرض، فإن الأسعار تراجعت بدورها. في المقابل، قال فاعل في القطاع للصحافة إنه بحكم التبعية شبه المطلقة للاستيراد حاليا لتلبية حاجيات المغرب من الزيوت، فإن سعرها مرتبط بثمنها في الأسواق الدولية. وللتذكير فقط، هذا الخبر لم يسمعه المغاربة منذ سنة 2022، أي سنتين من قبل، وهذا الخبر تم الإفراج عنه اليوم وأخيرا. شكرا لكم متابعينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم